أنا اسمي سمير أحمد البنباوي من بتنون منوفية. طبعا احنا سعداء جدا بافتتاح قناة السويس، لأن طبعا ده إعجاز كبير وإنجاز ما حصلش في تاريخ البشرية الأيام الفراعنة بس. وطبعا احنا عملنا كبير لأن ده طبعا هيشغل أولاد الفلاحين وهيشغل الشباب المصري، وهيعمل فتحة خير على مصر والعالم، وربنا يسهل ويا رب يعدي الأيام دي على خير وينصر مصر وينصر جيش مصر والشرطة والقضاء وتحيا مصر. بالنسبة لنظرة الفلاحين لافتتاح مشروع قناة السويس، طبعا بينظروا ان هو المشروع ده هيشغل ولادهم ويفتح مجالات كتير. وطبعا ابن الفلاح دلوقتي مش عايز يبقى فلاح، او ابن الفلاح عايز يبقى مثلا اي وظيفة في الدولة توفر له اي وظيفة، لان كله مستنظر دلوقتي ان يشتغل، والشباب عايز يشتغل، لان مصر باذن الله هتبقى احسن دولة في العالم. وطبعا قناة السويس هتبقى احسن قناة في العالم واحسن اعجاز في العالم باذن الله يعني. اما بالنسبة للاخوان دول تقريبا مش عارف هم جايين لنا منين جنسية ولا منين دولة. هم طبعا استحالة يكونوا مصريين دول، وانا اشك ان هم يعني مش اشك، ده حقيقي هم مش مصريين ولا يعرفوا قيمة مصر ولا معنى مصر ولا حب مصر ولا تراب مصر. دول فعلا خسارة فيهم مصر، لان طبعا بيشككوا في تراب مصر، بيشككوا في كل حاجة، بيشككوا في نفسهم. فالناس دي عايزة ابادة وعايزة اعدامات، لان مش هينفع معاهم الا الاعدامات والابادة. كويس. ومصر باذن الله هتمشي من غيرهم مليون نوبل، وهتمشي ومش هتقف، لا اخوان ولا اكبر من الاخوان ولا امريكا ولا اسرائيل ولا اي دولة في العالم توصل مصر باذن الله، لان ربنا حافظها. انا عايز اعمل مبادرة اسمها لحظة وفاء وتعظيم سلام لمصر. اقل حاجة نعملها لمصر، بمعنى ان المساجد تكبر يوم افتتاح القناة في الدقيقة، يكون يوم في مواعيد، الكنائس تضرب الاجراس، القطارات، السفن، العربيات.